السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا لاباس بخير. راكم ملاح الحمد لله. اليوم جيتكم فيديو جديد نحكيو فيه على الحادثه اللي صرات في ملعب 5 جويلية واللي طاحوا فيها المناصرين من المدرجات. من قبل ما نبداو الفيديو نطرحوا على خاوتنا يونس وياسين وعثمان، مناصرين تاع المولوديه اللي توفاو في هذه الحادثه. ندعيو لهم بالرحمه والمغفره وربي يصبر والديهم ان شاء الله، وتاني ان شاء الله ربي يشافي الباقيين اللي تبليسوا وكي طاحوا معاهم ويكونوا بخير وعلى خير. الحاجة الأولى يا خوتي، على بالنا بلي الموت والحياة في يد ربي سبحانه، كل نفس ذائقة الموت. بصح علاش دايما تعاود تصرا نفس الحاجة؟ علاش ما زلنا ليومنا هذا الناس يموتوا على جال بالون اللي نورمالمون هو وسيلة باش ترفه بها على نفسك، ماشي تهلكها وتلحق حتى وين تطلع روحك بسبتها. كيما هاد الحادثة اللي صرات في 21 جوان في ملعب 5 جويلية، اللي في وقت كانت فيه الجماهير تاع المولودية تحتفل مع الفريق تاعها كي دات شامبيونات تاع الجزائر، حتى وين صرات حاجة اللي حولت هذيك الفرحة الجنازة. سبحان الله، احنا حتى في الفرحة تاعنا وما نعرفوش نفرحوا كي الناس، لازم نديروا كارثة ولا ما نتهناوش. باسكو على حساب الناس اللي كانوا لتم في الصطاد كي صرات هاد الكارثه، قال لك باللي اللي كانوا موراهم هما بداو يطبعوا بيناتهم وبداو يطيحوا على بعضهم، حتى اللي كانوا عند البارير لقاو روحهم لتحت، واللي مات واللي سلك راهو التبليسه قراف. ما تقري كاين عباد بداو يسبوا في المنظمين تاع الصطاد، قال لك لافوت فيهم باسكو دوك لي بارير راشين والكراسات كسروا على بياس راه هكذاك. وكاين اللي كان تما قال لك باللي الجماهير بين بعضهم كانوا يطبعوا وهما السبب في واش صرا، كيما هذا حبيبنا اللي كان تما وحكى واش صرا بالديطاي. السلام عليكم. جيت نتكلم بصفة شاهد عيان على وصل اليوم في تريبل تاع المولودية، بصفتي مناصر الفريق القلب فريق مولودية الجزائر. أنا إنسان كنت حاضر في البلاصة اللي صارت فيها المشكلة تاع اليوم. كاين الناس راهي تقول باللي حكموا سراق، وكاين الناس راهي تقول باللي ضربوا بيناتهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. الناس اللي راهي تكذب، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. الحاجة الأولى، صح كاين سراق، تحكم هذه السرقة تحكم 20 مينوت قبل ما يخلص الماتش، قبل ما يسيفلي الاربيط، قبل ما تصرى المشكل. حكموا الجماعة فوقنا، شافوه يسرق، صرا اللي صرا، ما ديكا سي بون، كلش ولا بلاصتو، ولينا فرحانين نستناو نماركيو البيت تاعنا. ما تماركاش، سيفلا الاربيط، بدينا نفرحو، الناس فرحانة، الناس تغني. جاتنا ديك الأغنية تاع ديريها وشفيني في دياني. هنايا خاوتنا اللي كانوا الفوق هداهم الله، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انت اللي راك تشوف فيا وكنت سبه في وصل اليوم بسبب الفرح المفرط تاعك وسبب الاستهزاء تاعك، شوف واش راك درت. الناس ماتت والناس رايحين ببليسيا على جالك انت. الناس واش دارت؟ كي كنا نغنوا في هذه الاغنيه تاع ديريها وشفيني في عدياني، الناس ولات شغل هكا، شغل يقصروا بيناتهم، يطابعوا هكا بيناتهم، يقصروا فوقنا. وما دوش صرا لك انت زعما واحد يطبعك وما تطبع لي تحتك، وما تحتك اللي يطبع لي تحته، شغل هكذايا، هذا يطبع في هذا، شغل موجه، شغل فاقا هكايا. طاحوا خاوتنا الله يرحمهم، الناس اللي ماتت. دوكا سمعنا باللي كاين 3 موتى. انا اللي شافي، انا واش شفت وحضرت، كاين واحد ميت، زوج الاخرين ما على باليش، الله يرحم من مات، والناس اللي راهم بليس الله يشافيكم. بصح دوك يا خاوتي كي طفرت واش الفايده؟ هادو اللي ماتوا ربي يرحمهم واش يصبر الاهل تاعهم دوكا؟ والمشكله هادي شعال والناس يروحوا للصطاد ويموتوا، بصح واحد ما حب يعتبر ويسقم روحو، ودوك تشوف يفوتوا يامات ويتنساو كامل هادو اللي ماتوا ربي يرحمهم، وتلقى الغاشي كامل رايحين للصطاد كلي ما صرا والو. بصح شكون اللي ما راحش يتخطى؟ وغير والديهم ربي يصبرهم ان شاء الله. انا والله يا خاوتي كون جات ليا غير نحبس كامل هذا البالون في بلادنا نهائيا، حتى وين الشعب تاعنا يتربى ويفهم باللي هذه حاجه داروها باش تروح تمتع روحك بها، دي فولي انت وخاوتك وتولي لدارك فرحان، ماشي تروح تتضارب وتقتل خاوتك ولا انت يرجعوك في الكفن. يا سبحان الله، هكذا يسمى اي واحد تشوفه رايح للصطاد لازمك تودو الافونس خير، باسكو راه رايح للحرب ماشي يتفرج ماتش. يا خاوتي بيناتنا، علاش الاغلبيه تاع الكور خير منا باش تشوفهم يروحوا يتفرجوا لي ماتش ويدخلوا نص ساعه قبل الماتش نورمال، وكل واحد في بلاصتو، ما كان لا بارير لا والو. عكس حنا تلقى الماتش على 5 تاع العشيه والشعب من 8 تاع الصباح داخلين للصطاد، وتلقاهم يتضاربوا ودايرين لك لي بارير والكرياج ولا بوليس والدنيا مقلبه، تحسب راك في حبس ماشي صطاد يا عجبه. المشكل يا خاوتي هو مشكل عقليه. الفرق اللي بيننا وبينهم هو في العقليه، هذا ما كان. باسكو القاوري يروح للصطاد مور ما جوز نهارو في الخدمه، يروح لدارو يدي ولادو يروحوا يتفرجوا يزهاو، ليكيب تاعو ربحوا ولا خسروا نورمال، باسكو على بالو بلي هذه مجرد لعبه برك بالنسبه ليه. اهم حاجه يستمتع وخرج التعب تاع نهارو، هو جوز لا جورني بالقدر كيما يلزم، والحياه حلوه.
بصح حنا لا العكس تاع هاد الشيء 180 درجة. الأغلبية ماشي كاع تلقاهم لا خدمة لا مستقبل لا والو. قبل ما يروح للسطاد لازم يعمر راسو، يرفد معاه الموس ولا ما كاش يرفد الحجر. الماتش راهو يمشي هو ما سامع بوالو، همو الوحيد يا يضرب كاش واحد وإلا قدر راهو يقتلو ولا يباراليزيه، وإذا ما قدرش وما قدرش تلقاه يطيح اللي جوار بيماتهم. الفايدة والحصول المهم يدير خدمة من خدمات بليس. وهنا يا خوتي تفهم بلي المشكل راهو في العقليه اللي ما حبوش يسقموها. تلحق وين تضرب ولا تقتل خوك على جال بالون، واش من بالون يرحم باباك. شوف كراعين المعيز اللي يخلصوا 300 و400 مليون في الشهر يلعبوا في البطوله المنحرفه هذه اللي ما فيها لا متعه لا احتراف لا والو. انا يا خوتي شخصيا كنت تبع البالون تاع الجزائر من قبل، منين دا كنت نروح للسطاد نشوف جياسكا ولا نشوف لياسما. بصح من نهار صرات هذيك الضربه تاع ايبوسي كي قتلوه في 2014 زلت ما غسلت يدي من هذه البطوله المنحرفه نهائيا. ما زلت تفرجتها الى يومنا هذا. دوكا نتبع غير تاع لوروب، ولا منين داك شوف تاع السعوديه تشوف كريستيانو محرز والجماعه وكاع اللي تاعنا راهم يضحكوا عليهم يقول لك تاع الروز وجاج. بصح يا خوتي انا ما شفتهمش يقتلوا بعضهم على جال بالون كيما تاعنا. يسمى قبل ما نضحكوا على الاخرين لازم نشوفوا حالنا قبل. ما لا يا خوتي غير في قول عمركم وحبسوا هذا البالون في الجزائر. معليش يا سيدي، تحب تتفرج في داركم، راك قاعد في امان الله. ما تخسر حياتك، ما تبكي عليك والديك، باسكو راك تضيع حياتك والمستقبل تاعك في باطل على جال دي جوار ولا كلوب لي تسيبورتيه. واحد فيهم ما سامع بك، صدقني غير واحد فيهم ما سامع بك. نهار تموت الماتش الجاي يديروا لك تريكو زعما ذكرى خونا فلان اللي مات وملتمت خلاص حكايتك، وفي نفس الدقيقه يلعبوا الماتش تاعهم والناس تفرح وتزهى كلي ما صرا والو. ما لا يا خوتي نتمنى منكم تعاودوا تراجعوا نفوسكم وتتقوا الله، باسكو ربي سبحانه ما قالكش ما تعيش وما تفرحش وما تستمتعش بحياتك. بالعكس ربي عطانا الدنيا باش نعيشوها تاني. بصح ماشي انت تروح ترمي روحك للتهلكه وتقول تقدرت. لا خويا العزيز، تراك مسؤول على نفسك. ما لا خليك بعيد على كل حاجه قادره تاذيك. هكذا ما تغبن نفسك، ما تغبن والديك معاك وتخلي لهم حرقه طول حياتهم على جال 90 دقيقه تاع بالون اللي ما راح تفيدك والو في حياتك. المهم يا خوتي بلا ما نطول عليكم، ان شاء الله تكون الرساله تاعي لحقت، وان شاء الله الناس هادو يخموا مع راسهم ويفيقوا باللي حياتهم راهي غاليه بزاف على الفريق تاعهم اللي يحبوه. باسكو في الاخير هذه تبقى مجرد رياضه برك اللي تستمتع بها، ماشي تدي روحك لهلك على جالها. المهم يا خوتي ما تنساوش ترحموا على خوتنا اللي ماتوا، وتاني تدعيوا بالشفاء للتبليسه، وربي يهدينا اجمعين. ودمتم في رعايه الله، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.